عدسات المصورين اعتادت تتبع قادة الدول لتوثيق لحظة إدلائهم بأصواتهم، لكن الحال كان مختلفا في إيطاليا يوم الأحد. فجولة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على أحد مراكز الاقتراع لم تكن بغرض التصويت. ميلوني كما عدد من الأحزاب اليمينية الإيطالية دعت إلى مقاطعة الاستفتاء الذي تشهده البلاد، رهانهم أن لا تتخطى نسبة المشاركة 50%، ما يؤدي إلى إبطال نتائجه عملا بالقوانين الإيطالية. الاستفتاء الذي يجري يومي الأحد والاثنين يتعلق بتعديل 5 بنود، أكثرها إشكالية هو اقتراح تسهيل قواعد الحصول على الجنسية الإيطالية، استنادا إلى القوانين السارية المفعول على أي أجنبي من خارج دول الاتحاد الأوروبي وليس لديه رابطة زواج أو دم مع إيطاليين إثبات الإقامة في البلاد لمدة 10 سنوات قبل تمكنه من التقدم بطلب تجنيس. التعديل المقترح يهدف إلى تقليص هذه المدة إلى 5 سنوات كما هو الحال في ألمانيا وفرنسا، إصلاح قد يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص. الاستفتاء أتى بناء على حملة شعبية قادتها منظمات غير حكومية وحظيت بدعم الحزب الديمقراطي أبرز أحزاب المعارضة الإيطالية، لكن جورجيا ميلوني عارضت الاستفتاء بشدة وصفت القانون الحالي بالممتاز ومعتبرة أنه من الأكثر انفتاحا. أما البنود الأربعة الأخرى التي يشملها الاستفتاء فتتعلق بتعديل قوانين العمل الخاصة بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي لصالح حماية اليد العاملة، قوانين تحظى بدورها بدعم الحزب الديمقراطي الذي يسعى إلى تعزيز حضوره السياسي عبر استقطاب الناخبين من الطبقة العاملة.